تم إفراغ واحد المنزل سكني عبر استخدام القوى العمومية. بطبيعة الحال حنا كنعتبروا كساكنة كأعضاء المجلس على أن اليوم انتصار للقانون، انتصار لاستقلالية القضاء، انتصار الجماعة في المواقف ديالها السابقة عبر يعني سنوات من المحاكم. أحمد الوهابي ما عندوش مشكل مع شي شخص، رئيس الجماعة يدافع فقط على المصالح الجماعية. اليوم الإفراغ بالقوة هو جواب على الملصقة الجماعية، جواب على الناس اللي كانوا يقولوا بأن هذا الشيء كامل كذوب. فاليوم كنعتبروا بأنه انتصر القانون، انتصر القضاء، وانتصرت كذلك المطالب الساكنة والمطالب الأعضاء. إن شاء الله المعركة في البداية ديالها بعد تنفيذ الإفراغ هذا المبنى السكني، باقي جوج المباني السكنية إن شاء الله اللي هما اصلا كانت هما فيهم احكام بالافراغ يعني الافراغ بالقوه العموميه، ماشي يتم تحديد واحد اليوم اخر ان شاء الله. كذلك كاين مساله دار ضيافه اللي هي مشروع دابا الان انتظر تحكيم رئيس الحكومه. كذلك كاين مساله يعني استخلاص الديون العموميه. المعركه ان شاء الله مستمره، المعركه هي مستمره عبر القضاء عبر المؤسسات. هذا الشيء ما يمنعش الجماعه لانها تدافع على المطالب ديالها الاخرى من ناحيه الطرقان، من ناحيه الضوء، من ناحيه الماء، لان عند الجماعه برنامج يعني عمل. ولكن للاسف استنزفنا الوقت واستنزفنا الجهد سنوات. اليوم انتصر القضاء وانتصر القانون. شكرا. هما ثلاثة سؤال يعني صافي الداخل. اش هي مشكلة.